أي لغة برمجة بيكون عندها built in function من خلالها بتقدر تطلع output معين جوه الكونسول، زي إن أنت تكتب جملة معينة أو تطلع ناتج عملية حسابية وهكذا. الجو عندها 3 functions، الprint والprint ln والprint f. في الفيديو ده هنتعلمهم كلهم ونعرف إيه الفرق ما بينهم. طيب خلينا على طول نبدأ بأول حاجة وهي الprint. إحنا استعملناها كتير في الفيديوهات اللي فاتت، ولكن تعالوا نشرحها بشوية تفاصيل. تخيل مثلا دلوقتي إن أنا عندي variable زي كده، أقول مثلا النيم equal محمد. انا دلوقتي عايز اطبع الفاريبل ده جوه الكونسول. هنستعمل دلوقتي البرنت فانكشن، بتبقى موجوده طبعا جوه بيلت ان باكج اسمها الاف ام تي. طبعا هنحتاج ان احنا نعمل لها امبورت، ولكن ممكن هنا مجرد لو كتبت اف ام تي بتلاقيها ظاهره لك كده في القائمه دي زي ما انت شايف. مجرد بس ان انت بتختارها من هنا تلقائيا هيتعمل لها امبورت. طيب دلوقتي بقى نقدر نستعمل منها واحده من الفانكشنز اللي بتعمل برنت. فهكتب برنت، خد بالك البي كابيتال، بعد كده بنفتح القوسين وجوه هنا اي حاجه هنكتبها هتطبع جوه الكونسول. انا عايز اطبع الفاريبل اللي هو اسمه النيم، فببعته هنا كده جوه الكونسول. بعد كده بعمل سيف. تعال نشغل الابلكيشن بتاعنا عن طريق الاير. زي ما انت شايف كده طبع لنا الفاريبل اللي هو محمد. طيب تخيل مثلا ان انا عندي فاريبل تاني، وليكن مثلا هنقول الجوب ايكوال مثلا سوفت وير انجينير. فعايزين برضو نطبع قيمه الجوب. ممكن طبعا ان احنا ناخد اللاين ده كده كوبي، بعد كده ننزل على لاين جديد ونطبع برضو الجوب بالشكل ده. هيشتغل ويطبع لك القيمه الاولانيه اللي هي محمد، بعد كده سوفت وير انجينير. ولو خدت بالك طبعا الكلمتين خابطين في بعض كده، مفيش ما بينهم اي سبيس. ببساطه ممكن برضو كان ما بينهم كده تقول برضو اف ام تي وبعد كده برنت وتضيف هنا كده سبيس. عملنا امتي سترينج مجرد بس ضفنا فيه سبيس. فلو عملت سيف دلوقتي هتلاقيه كتب لك محمد بعد كده سبيس سوفت وير انجينير. طيب انا مثلا دلوقتي عايز السوفت وير انجينير تكون على لاين جديد، بدل الوايت سبيس دي نكتب سلاش ان. كده اللي هيحصل ان البرنت ديت هتاخد النيم تطبعه، بعد كده البرنت اللي بعدها هتعمل لك نيو لاين، والبرنت الاخيره تطبع لك الجوب. تعالى كده نعمل سيف. هتلاقي بالفعل محمد بعد كده على لاين جديد سوفت وير انجينير. هل انا كل مره عايز اطبع حاجه هفضل اكرر الفانكشن اللي اسمها البرنت؟ لا، ممكن ببساطه نستعمل فانكشن واحده بس اللي هي البرنت. بعد كده اقول مثلا هنا انا عايز اطبع النيم بعد كده الجوب، فباجي بعد النيم بكتب كوما وبعد كده القيمه الثانيه اللي انا عايز اطبعها بالشكل ده. بعد كده بعمل سيف. هتلاقي بالفعل زي ما انت شايف محمد سوفت وير انجينير. برضو نفس الفكره، لو عايز اضيف سبيس ما بينهم فهاجي بعد اول كوما هنا اعمل امتي سترينج مجرد بس سبيس كده فاضي جواه، بعد كده كوما القيمه الثالثه. ولو عملنا دلوقتي سيف هتلاقي عمل لك السبيس اللي انت عايزها. وبرضو كان ممكن بدل الوايت سبيس دي نستعمل السلاش ان، فيطبع لك اول قيمه، بعد كده على لاين جديد يطبع لك القيمه الثانيه. بالفعل هتلاقي طبع لك محمد بعد كده على لاين جديد سوفت وير انجينير. طبعا بصرف النظر ان احنا كاتبين انجينير غلط مش مهم. طيب ده كده كان بالنسبه للفانكشن الاولى اللي هي البرنت. عندنا فانكشن تانية اختها بالظبط اسمها البرنت ال ان. مبدئيا الفرق ما بين البرنت ال ان والبرنت ان باي ديفولت البرنت ال ان بتعمل لك سبيس ما بين كل قيمه والتانيه. يعني هنا انا بستعمل البرنت ال ان مجرد بس ان انا بعت القيمتين اللي انا عايز اطبعهم جوه الكونسول، هي باي ديفولت هتطبع لك القيمه الاولى، بعد كده تعمل لك سبيس وتطبع لك القيمه الثانيه. تعالى كده نعمل سيف. هتلاقي بالفعل طبع لك محمد بعد كده سبيس سوفت وير انجينير. حاجه كمان البرنت ال ان بعد ما بتخلص بتروح للاين جديد. يعني لو استعملت هنا تاني البرنت او برنت ال ان وكتبت هنا مثلا اي كلمه تانية، الكلمه دي هتروح على سطر جديد تماما. زي ما انت شايف كده هلو راحت في سطر جديد. تعالى نمسح دي مش محتاجينها دلوقتي. وبرده نفس الفكره لو عايز سوفت وير انجينير تروح على لاين جديد، ممكن ببساطه برده هنا اضيف كده بين الدبل كوتيشن اكتب سلاش ان بعد كده الكوما والقيمه الثانيه. هعمل سيف كده هتلاقي زي ما انت شايف محمد بعد كده سوفت وير انجينير. لو مش عايز تكتب السلاش ان بنفسك ممكن نطبع كل فاليو جوه برنت ال ان لوحدها. يعني هكتب هنا برنت ال ان النيم، بعد كده اكرر تاني برنت ال ان والجوب. تعالى نعمل سيف. زي ما انت شايف كده محمد بعد كده سوفت وير انجينير. اخر حاجه وهي البرنت اف. تعالى كده نمسح الكلام ده ونسيب بس النيم، وهنا نقول اف ام تي وعندنا فانكشن اسمها البرنت اف. البرنت اف من اسمها كده هي برنت يعني بتطبع، واف دي يعني فورمات، فهي بتطبع قيمه معينه ولكن في الاول بتعمل لها فورمات على حسب انت عايز ايه. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي مثلا عندي فاريبل اسمه النيم القيمه بتاعته محمد. انا عايز اطبع جوه الكونسول القيمه بتاعت الفاريبل ده وكمان الداتا تايب بتاعته. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ ببساطه هنيجي هنا جوه البرنت اف نفتح كده دبل كوتيشن واقول مثلا الفاليو از، بعد كده هكتب هنا percentage v.
البرسنتج في دي حاجه بنسميها فورماتنج فيرب، تاخد منك فاريبل معين وتطبعه لك، ولكن هتعمل له فورمات على حسب نوع الفورماتنج فيرب اللي انت استعملته. احنا استعملنا برسنتج في، كل اللي بتعمله انها تاخد الفاليو بتاعه الفاريبل اللي انت هتبعته وتطبعه لك جوه الكونسول. طيب هتاخد الفاريبل منين؟ ببساطه هاجي هنا كده واقول كوما بعد كده النيم، فاللي هيحصل دلوقتي ان هتقول لي الفاليو از وتطبع لي كلمه محمد. تعالى نعمل سيف. زي ما انت شايف بالفعل فاليو از محمد. طيب انا دلوقتي مثلا عايز بعد الفاليو اقول اند مثلا الداتا تايب از، واطبع هنا الداتا تايب بتاع الفاريبل، مش الفاليو بتاعته بقى، انا عايز اطبع هنا الداتا تايب بتاعه. فعندنا حاجه تانية اسمها percentage تي يعني التايب، فهتطبع لك الداتا تايب بتاع الفاريبل. طيب هنا كده في مشكله، استعملت هنا اتنين فورماتنج فيرب، فلازم طبعا تبعت اتنين ارجيومنت، بحيث اول ارجيومنت هيستعمله اول فورماتنج فيرب، وتاني ارجيومنت هيستعمله تاني فورماتنج فيرب. فكده هيطبع لك فاليو از، هيلاقي عندك هنا برسنتج في، وبالفعل انت باعت هنا اول ارجيومنت اللي هو النيم، فيروح يطبع الفاليو بتاعت الفاريبل ده. بعد كده بيقول لك هنا اند الداتا تايب از برسنتج تي، يعني هو مستني منك ارجيومنت تاني، فلذلك قلنا كوما وبعتنا الارجيومنت تاني هو نفسه برضو الفاريبل، ولكن لما يجي هنا يطبعه هو مش هيطبع لك الفاليو بتاعته، ولكن هيطبع لك الداتا تايب بتاعه. فتعالى كده نعمل سيف. زي ما انت شايف بالفعل هتلاقي هنا بيقول لك الفاليو از محمد اند الداتا تايب از string. طيب تعالى نمسح الارجيومنت التاني مش محتاجينه دلوقتي، وتعالى كده نمسح الكلام ده. انا مثلا عايز اطبع محمد هنا تكون ما بين دبل كوتيشن، فاقدر اقول هنا النيم مثلا از، واستعمل بقى فورماتنج فيرب تاني اسمه percentage q، بعد كده بعت له الارجيومنت اللي هو النيم، فكده ما هيجي يطبع لك النيم مش هيطبعه زي ما هو، ولكن هيطبعه لك ما بين دبل كوتيشن. فتعالى نعمل سيف. بالفعل زي ما انت شايف النيم از محمد وكتبها لك ما بين دبل كوتيشن. عايز طبعا تطبعها زي ما هي ممكن تستعمل البرسنتج في زي ما شفنا من شويه، ولكن البرسنتج في بتستعمل مع اي داتا تايب، ولكن لو عايز حاجه للسترنج نفسها فعندنا برسنتج اس، فبتطبع لك السترنج زي ما هو من غير اي دبل كوتيشن من غير اي فورماتنج، فهتلاقي بالفعل هنا طبع لك النيم از محمد. ولكن خد بالك ان البرسنتج اس بتطبع سترنج بس، يعني لو كان الفاريبل ده مثلا رقم زي مثلا 1 2 3 4، لو عملت دلوقتي سيف هتلاقي طبعا حاجه عجيبه جدا طبعت لك جوه تيرمينال. وطبعا عندك مشكله هنا ان البرسنتج اس مستنيه منك ان انت تبعت لها ارجيومنت عباره عن سترنج، ففي الحاله ديت عايزين نطبع الرقم، فممكن نرجع تاني للبرسنتج في، بتشتغل مع كل الداتا تايب. فلو عملنا دلوقتي سيف هتلاقي بالفعل طبع لك القيمه اللي هي 1 2 3 4. طب ده كده بالنسبه للسترنج. تعال نتكلم شويه عن الرقم. عايزين مثلا الرقم ده يطبع ولكن في صوره باينري، فممكن هنا كده نقول مثلا النمبر ان باينري از، او ممكن نشيل اس دي. بعد كده هنا محتاجين نستعمل حاجه اسمها percentage b، بعد كده تبعت له هنا النمبر. خلينا كده نسمي الفاريبل نيم نمبر بالشكل ده، فكده هيقول لك النمبر ان باينري، هياخد الرقم ده الارجيومنت ده ويطبعه لك هنا، ولكن يحوله لك الاول لباينري. تعالى كده نعمل سيف، هتلاقي بالفعل بيقول لك النمبر ان باينري الرقم ده. طيب تعالى ناخد نفس البرنت اف دي، خليها في الاول كده نطبع الرقم زي ما هو، فعندك percentage d وتطبع له الرقم، ونقول هنا مثلا النمبر ان مثلا بيز 10، ودي مثلا ممكن نخليها النمبر ان بيز 2 بالشكل ده. تعالى نعمل سيف، هتلاقي بالفعل النمبر ان بيز 10 1 2 3 4، بعد كده النمبر ان بيز 2 بعد ما حوله لك طبعا لباينري، ولكن طبعا هم جنب بعض مفيش ما بينهم سبيس، فممكن هنا مثلا بعد ما بيطبع القيمه دي اقول له مثلا هنا سلاش ان، بحيث ان هو بعد كده يروح لي على لاين جديد. فتعالى كده نعمل سيف. زي ما انت شايف كده طبع لك الجمله الثانيه في لاين جديد. طيب لو عايز مثلا الهكس فممكن ناخد ده كوبي ونقول مثلا النمبر ان هكس، هنا هنستعمل البرسنتج اكس، وخلينا برضو البرنت الثانيه دي بعدها بعد ما بيخلص برضو يروح لي على لاين جديد. نعمل سيف. زي ما انت شايف بالفعل حول لك الرقم الاخير للهكس. طيب ده كده بالنسبه لو كان رقم انتجر. طيب لو عندنا رقم فلوت، يعني مثلا تعالى هنا نقول مثلا البرايس ايكوال مثلا 450 ومثلا رقم زي كده، اقدر هنا اقول fmt.printf واقول له مثلا البرايس، بعد كده ابعت له هنا الارجيومنت ونشوف هنكتب ايه جنب البرايس. ابعت له مثلا الارجيومنت هنا اللي هو البرايس، انا عايز اطبع الرقم زي ما هو بالظبط وده رقم فلوت، فممكن استعمل هنا percentage f. فلو عملت سيف هتلاقيه طبعا طبع لك هنا البرايس، ولكن برضو خلينا اخر برنت اف دي نعمل هنا كده سلاش ان عشان نروح للاين جديد. هتلاقي زي ما انت شايف البرايس اتطبع زي ما هو بالظبط. طيب انا مثلا عايز اطبع الفلوت، ولكن اعمل له فورمات ان هو يطبع لي بعد العلامه العشريه رقمين بس، خلينا هنا برضو نقول سلاش ان، بعد كده ناخد نفس السطر ده واقول هنا مثلا عايز بقى ايه، عايز اخلي رقمين بس بعد العلامه العشريه، فهاجي هنا اقول percentage بعد كده
دوت 2 يعني بعد العلامة العشرية عايز رقمين بس، فتعالى كده نعمل سيف هتلاقيه بالفعل عمل لك 5 7 خد رقمين بس ولكن طبعًا قرّب عشان الرقم التالت 7 فقرّب الرقم فطلّع لك 5 7 طيب عايز مثلًا 3 أرقام فبرضه ممكن ناخد نفس السطر ده copy وأقول دوت 3F هتلاقيه قرّبه لك ل3 أرقام وهكذا. هي دي فكرة الprintf هنستعملها كتير في الفيديوهات اللي جاية، خصوصًا لمّا نيجي نتعلم الfunctions والكود يكبر مننا، أحيانًا هنحتاج إن إحنا نعمل debug نطبع قيم معيّنة جوّه الconsole بفورمات معيّن، فوقتها هنحتاج نستعمل كتير الprintf. خلّينا نقف لغاية هنا ونكمل مع بعض الفيديو الجاي، هنتعلم مع بعض الbasic data type اللي موجودة جوّه الGolang.